ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاع النهارده حلو قوي. ده التوم اللي انا كنت مخزناه معاكم قبل كده فيديو. بصوا اللون بتاعه، اللهم بارك، فاتح ازاي، مش غامق معايا خالص، ده اللي في الفريزر. انا العلبه البيضه الصغيره دي بخليها في التلاجة لمجرد ما تخلص زي ما احنا شايفين كده. باخد من التوم املاها واشتغل بيه. تمام. لكن بقية التوم اللي انا مفرزاه كله حطاه في الفريزر بيفضل بنفس اللون، كأني لسه عاملاه فريش بالظبط. اللي ما شافش الفيديو يخش عليه ويشوف الطريقة بتاعته ازاي. طريقته صحية جدا وكأنك لسه مقشراه وفرماه حالا. جالي بقى يا حبايبي سمك حلو قوي، سردين، من المعدية. انا من اسكندرية، فاللي من اسكندرية اكيد هيعرف هي المعدية ايه. المعدية دي حلقة سمك، يعني بتبيع السمك كله بيبقى طازة وفريش. فكان جايلي شوية سردين حلوين قوي. هما جم بصراحة بالليل، وانا طبعا مش هعمله بالليل، فبيته في التلاجة كده. وقمت بقى ايه تاني يوم كده طلعته من التلاجة زي ما انتوا شايفين، وغسلته غسلة حلوة قوي. عايزة اقولكوا السردين ده مفيد جدا جدا لولادنا ولينا. كله اوميجا 3، بيبقى مفيد بجد. فطبعا هو لونه كده عشان ايه يتحط في التلاجة. طبعا هو احلى حاجة لو يتعمل طازة. هعمله بطريقة حلوة قوي. 3 بصلات هاتيهم كده نضفيهم، وجبت حوالي 4 فصوص توم فريش، مع اني هحط توم مفروم بس برضو لازم احط توم فريش معاه. بيديله نكهة حلوة قوي وتست حلوة قوي في الطعم بتاعه. انا هنا التوم اهو، بصوا بقطعه كده ايه شرايح رفيعة. والبصلة انا مش ببشرها، قطعيها خرطيها بايدك كده، مكعبات تكون متوسطة زي ما احنا شايفين كده. تمام. دي قشار السمك، انا كنت موريها لكم قبل كده في فيديو كنت بقشر فيها السمك حلو قوي. مش بتهريه، يعني هو جلده بيبقى حساس شوية عن السمك. لا بتقشره معايا بكل سهولة. ولو في حاجة ما طلعتش ممكن وانا بشطفه كده اعملها بايدي بتطلع. طب اللي ما عندهاش قشرة السمك بصراحة زي الفل. اللي ما عندهاش قشرة السمك هوريكوا برضو، انا ممكن تعمليه في سكينة تكون باردة شوية عندك. تعملي بيها لو حامية السكاكين بتاعتك ممكن بظهر السكينة، لان هو زي ما قلت لكم كده القشرة بتاعته ايه رقيقة شوية عن السمك. هنا اللهم بارك كنت نضفته وغسلته واحدة واحدة وخليته بيبرق كده زي ما انتوا شايفين. واللي كنت بلاقيها شوية بطنها طالعة بشيل البطن طبعا. تمام. انا بحط معاه ربطة كزبرة، بنضفها كده زي ما احنا شايفين وبغسلها قبل ما اقطعها. ما ينفعش تقطعي اي خضرة وبعد كده تغسليها، لا اغسليها قبل ما تقطعيها عشان فايدتها ما تروحش. وبكون عاملة حوالي قرنين او 3 فلفل كده اخضر مقطعوهم. تمام. زي ما احنا شايفين ده الطبق الحشوة اللي انا هحطها. كان عندي كام بطاطساية صغننين كده، قلت لهم تعالوا حاسبكم ابدا. خدتهم، انا عايزاهم شرايح رفيعة قوي كده، يعني على قد ما تقدري رققي الشريحة بتاعتك. فاهماني؟ بس في الصينية بقى يا قمر كده تحطيها، وهتحطي عليها السردين. حبايبي فين التعليقات وفين اللايكات؟ اتمنى ان انتوا تشاركوني بتعليقاتكم ولايكاتكم و... وتحسسوني ان احنا عيله واحده كده، واللي عندها اي حاجه تقولي او استفسار. هنا بقى حطيت السردين وحطيت انا بحب احط قوي كركم على السمك، فيه فايده عاليه جدا. ومعلقه كزبره، كمون، ملح. دي البهارات بتاعتي بس اللي انا هحطها. والخلطه الجباره اللي انا هحطها دي، ويا سلام بقى لو كان عندك كرفس. انا للاسف ما كانش عندي، فلان ما نزلتش السوق اليوم ده. زي ما احنا شايفين معلقه كبيره كده محترمه توم مهروس، ده غير التوم الشرايح اللي انا حطيته. وحطيت زيت. تمام. ولو كان عندك كرفس يبقى حلو قوي قوي في السمك الصينيه ده، كنت قلبته كويس. ولو عندك طماطمايه برضو حطي فيها، انا ما كانش عندي طماطم. بس انا حبيته كده بصراحه من غير طماطم. وبحط له زي كوبايه الا ربع ميه. تمام. وبعد كده هجيب له بقى ورق فويل كده وهقفله عشان يستوى على بخاره في الفرن. فاهمني؟ هقفله كده زي ما انتوا شايفين. اللي متابع الفيديو لحد هنا ينزل كده يعمل لايك وسبسكرايب. واتمنى ان انتوا تزيدوا وتشتركوا كده في القناة. هنا كنت حاطاه في الفرن بقى زي ما احنا شايفين، حطاه على شبكة مش متواصل على الفرن عشان ما يتلسعش من تحت. فتحت عليه، بصوا لسه الصوص بتاعه. طبعا هو البصل بينزل مية غير المية اللي انا حطاها. وعلى فكرة يا جماعة انا حطيت خل،
بعد ما طلع اللهم بارك زي ما شايفين عصرت عليه ليمون. الخل حطيت قد ايه؟ حطيت حوالي معلقتين وقلبتهم قبل ما ادخله الفرن. بصوا البطاطس هنا كانت دايبه دوب دايبه دوب، والسردين السمكيه بتاعته بس يعني بصوا دايبه دايبه وكانت زي العسل. جربوا الطريقه دي وادعوا لي، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه.